زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي ممكن يعملوا اضطرابات في الهرمونات عند أولادنا الذكور، يا ريت ناخد بالنا. أنا عارفة إنها زيوت عطرية ريحتها جميلة جدا وبيتروج لها على إنها بتهدي وبتساعد على الاسترخاء، وبنلاقيها مضافة كده للمنظفات وموجودة في الشامبو والشاور جل واللوشن والصابون المعطر اللي بنحب نستخدمه لأطفالنا. بس أرجوكي انتبهي معايا، الزيوت دي بتحتوي على مواد كيميائية لما بتدخل لجسم الطفل بتشتغل وكأنها هرمون استروجين، وانتي عارفة ان هرمون الاستروجين له ادوار مهمة جدا في عملية البلوغ عند الذكور والاناث، والمفروض ان جسم الطفل هو اللي يصنعه بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب علشان تبدأ تظهر علامات البلوغ في السن المناسب. لكن لما بنعرض الطفل للزيوت دي من بدري قوي في حياته بيبقى وكأننا بنديله جرعات من الاستروجين الصناعي في وقت ما هواش وقت بلوغ خالص. الزيوت دي كمان غير انها ممكن تشتغل كأنها استروجين، دي كمان بتوقف عمل الهرمونات الذكرية اللي اسمها الاندروجينات. وعندنا بالفعل عدة دراسات رصدت الظاهرة دي، ظهر فيها ان الاطفال اللي بيتعرضوا للمنتجات دي في طفولتهم بيظهر عندهم زيادة في حجم الثدي بشكل غير طبيعي، وقد يكونوا معرضين للبلوغ المبكر. لو عايزة بقى تفهمي اكتر عن حالة البلوغ المبكر كلها وتشوفي الاسباب الاخرى اللي ممكن تكون بتؤدي ليه، شوفي الحلقة الكاملة على قناة الاسبيتاليا على يوتيوب.